طبعا ترويج. تفوت من يم الشمبر تشتم ريحة الشاي، تقوم تلعب براسك، صب لنا بعد عمه. وبهاي الطريقة أبو الشيخانة ياخذ الربع من يمه قوة، يمر من يمها ويقول عطرها يفوح. طبعا يقصد عن النكهة الملكية. حياكم الله متابعينا وناسنا طيبين، اليوم رجعت لكم فيديو كلش قوي عن النكهة الملكية، ايش قد وعدتكم به، واليوم ان شاء الله نفذت هذا الوعد مع خالص الحب والاحترام. كمل الفيديو للنهاية. طبعا كثير منكم طلب حسين النكهة الملكية، اليوم طبعا راح نخلطها قدامكم. طبعا بعد ما كملنا تمام، هسه لازم نحركها يا ولد ونواسيها كل زين. حلو، خطية كل شيء يعني نوديها يمين نسحبها يسار. ولي العطر مالتها فد شي. راح تقول لي حسين شنو فايدة العطر بالشاي؟ جوابك كلش حلو. اول شي ريحة طيبة، ثاني شي ترويج. راح تقول حسين ترويج شلون؟ طبعا ترويج. تفوت من يم الشمبر تشتم ريحة الشاي، تقوم تلعب براسك، صب لنا بعد عمه. وبهاي الطريقة ابو الشيخانة ياخذ الربع من يمه قوة او ال500. هذا سر ما حد حكى لكم، بس انا راح احكي لكم. وطبعا بعد عندنا هواي اسرار راح نحكيها لكم. واذا كنت شايشي او تريد تسوي شاي بالبيت، كمل هذا الفيديو للنهاية. طبعا بعد ما كملنا الخلطة، هسه نخلطها بيدنا يا ولد. واو تبارك الرحمن، الريحة مالتها تذوب. حلو. اذا حبيتوا انزلكم الخلطة مالتنا شلون نسوي الخلطة، شلون عفوا نخلطها، احضر لكم المواد ونخلطها. اذا حبيتوا اكتبوا لنا بالتعاليق. تحياتنا لكم. اذا ما مشترك وما متابعنا، يلا قبل لا نبلش. طبعا هسه بعد ما كملنا الخلط اصدقائنا الطيبين لازم ينخلط بطريقة كل زينة. وراح تقول لي حسين مو خلطته هواي، حتى لو هواي احنا نريد نطلع شيء يفوت بالراس ويطلع مريحك. تمام. نريد من الريحة هيك يصفى راسك. تبارك الرحمن. يا ولد بعد باكر لا حد يجي يشرب يمي شاي، انا راح اشرب الشاي كله. نبلش يا ولد. طبعا نحتاج كيس حراري. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. راح تقول لي حسين شلون نفس الشركة؟ احسن من الشركة. اصدقائنا الطيبين لازم هذا الكيس الحراري. نسبة 90% أهل الشيخانات ما يستخدمون هذا الشيس. راح تقول لي ليش حسين؟ لأن مو لا، لأن ما يعرفون شنو هو هذا الشيس وشنو فائدته. أصدقائي الناس الطيبين هذا الشيس حراري. راح تقول لي ها حسين شاي لو شنو؟ راح أقول لك اصبر علي. هذا الشيس نسميه شيس حراري للشاي، ما يخلي الشاي يشتعل، يخلي الشاي يصير فستق، يصير طيب وحلو مثلك، ما يشتعل خلاص الحد من اول سكانه لنهايه السكانه تشرب شاي بالفستق. يا بعد فستق قلبي. اذا ما تابعني تابعني. حلو. وراح نقول لك بعد هم يعني انا اعرف تساؤلات كثيره. راح تقول حسين والله بعد ما فهمت، بس اللي افهمه مي حار ونستوبي. ابد مو هاي السالفه. مو قلت لي حسين شركات؟ قلت لك هذا احسن من الشركات. قل لنا شلون. شوف هسه انا عبيت هذا الكيس طبعا بعد ما كملنا النكهه مالنا والخلطه وخلطنا الخلطه الملكيه مالت حسين الباش. نعبي الكيس باعو بهاي هيك ونعقده عقده زينه. حلو. نرجع عقده ثانيه يا ولد، بحيث ما يطلع منه شاي خلاص. حتى شنو يصير الشاي عندنا قوام وقالب واحد، يتخدر ويتهدى على كيف كيفه. باعو هسه شلون راح نعقده. وهسه هم راح احكي لكم ليش. شوفوا يا ولد، احنا اليوم من نجي نخلي هذا الشاي في بالغوري، ما نقدر نسيطر على الغوري. حلو. ما نقدر حتى اذا سيطرنا على الغوري الا الشاي يحترق عندنا، او يصير خفيف او يصير ثقيل. مش شلون نعالجه بالميه الحار. الميه الحار يروح طعم الشاي. اي شخص يقول لك الميه الحار علاج الشاي الثقيل، قل له مع احترامي لك انت تشاقه، لا تقول له تكذب، عيب. لان اغلبيتهم دول ناس كبار بالعمر. يعني احنا على قدر المعرفة يا ولد. يعني هذا الرجال هو هيج معرفته. بس بما انه احنا ركزنا وعرفنا انه اكو بعد فيكة ثانية. تمام. ابد الشاي الثقيل مو علاجه المية الحار، لان من تخلي ماي حار يروح طعمه بعد. شوف هسه هذا الكيس ايش قد ياخذ؟ ياخذ لتر ماي واحد. احنا نقول عليه قوري هنا بالعراق، ما اعرف انتم شو تسمونه. ابريق ماي، هذا اللي نخدر بيه شاي. هاي تاخذ لتر واحد. هاي بس تخليها بقورة شاي ماكو، خليها بقورة شاي. طبعا هي عازل حراري، فاكبر غلط تخليها على المي الحار. هاي ما تتخلى على المي الحار.
راح تقول لي حسين شركات والله ذبحتني لا اضربك بالتشيس. هذاك مالت الشركه يختلف عن هذا، قلت لك هذا طير، ذاك يتخلى على ماي حار، هي تشيس صغيره تخليه بس سكانه. بس هذا لا، هذا تخدير الشاي. امي واختي الكريمه مركزه وياي لان الولد والشباب والشياب ما جاي يركزون. حلو. هذا يتخلى على المي البارد، يتهدى الشاي، تخليه على ماي بارد بالقوري. حلو، ماي بارد وتخلي هذا التشيس بنصه. لا ستو هي ست، لا ستو ست. شو تسوي؟ تفتح القبق مالت القوري تخليه هيك، تخلي ماي، انت تخلي لتر. هاي القياس مالته لتر ماي واحد. من تخلي القوري عفوا القوري، لا تركزون على الكلمات، ذبحتوني ذبح. تخليه بنص القوري، تخليه هيك باوع شلون انا اخليه هنا على الحافه، وتخلي القبق فوقه. راح تقول حسين اذا نزل انزلك، اذا نزل بنص القوري انزله. طبعا بس بالبدايه انتم راح تعرفون بالنهايه شلون راح تستخدمونه. راح تقول لي حسين شلون؟ شوف، انا هسه مو خليته بنص القوري وطلعت هذا الخيط منه، طبعا مسوي عقده هنا للخيط حتى ما يزلح. انا مثلا احب الشاي وسط، خليته بالقوري قام يقلب اول قلبه، ثاني قلبه، ثالث قلبه، رابع قلبه. هنا صار الشاي وسط. طبعا ثالث قلبه رابع قلبه الشاي هنا دبس يا بعد دبوسة قلبي. حلو. قلب ثاني قلبه الشاي صار وسط، شاي حلو عسل يا بعد عسولة قلبي. هنا شو تسوي انت؟ تمسك الخيط تفتح القبق تشيله تذبه، ذبه له سته، سته. حلو. راح تقول لي لا حسين شلون نخسر تشيس؟ تخسر تشيس ونص، اهم شيء تشرب شاي زين. راح تقول لي حسين انا اريد شاي ثقيل. والله العظيم انت ذبحتني ذبح ابو الشاي الثقيل. يمي والله شربك شاي ثقيل وشاي فستق. شايف الفستق شلون تاكله فستق قلبي؟ نفسه بالضبط. حلو. تخليه يقلب قلبه، قلبتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، لحد 100. لا شاق وياكم. 3 قلبات. طبعا هذا تخليه مي بارد بالقوري وتعلق النار. بدل يقلى الماي اول قليه، ثاني قليه، ثالث قليه. احنا المعروف اول قليه شاي خفيف، ثاني قليه شاي وسط، ثالث قليه شاي تقريبا شبه ثقيل، رابع قليه يعني عفوا قليه يصير شاي ثقيل. تمام. هنا الشاي مو يتخدر، ينطبخ. حلو، صار الشاي ثقيل. رابع قليه هم تشيله، شنو قليه؟ رابع قليه تشيله سته. راح تقول لي لا حسين انا اريد ثقيل. ابن الثقيل ابن القمر، لا ظل تذوبني رحمه والديك والله تعبتنا. رابع قليه تشيله سته. انت تريد تشرب شاي والفستق يا بعد فستق من قلبي، لان هذا من تخليه راح هنا يخرب الشاي. انت قلت لك هن 4 مستويات، شاي خفيف، شاي وسط، شاي شبه ثقيل، شاي ثقيل. ماكو هذا العالم كله. تمام. هذا العالم كله على هذن ال4 قياسات يا بعد قيوسة قلبي. ذوبتني تذوب. اهم شيء تشيل الستو. هنا ايش راح يبقى عندك؟ يبقى بس عندك الشاي، ما يحتاج الصفيه بعد تصفيه قلبي. تشيل الستو. حلو. بالحاويه الستو، دير بالك الستو بالقاع انت بالشيخانه. راح شو تلاحظ؟ راح تلاحظ شاي ما يشتعل.